160. شكرا سيد الرئيس. اليوم نحن أمام تحدي كبير. البحر أمامكم سادة النواب والعدو وراءكم. اليوم نحن في أزمة حقيقية، يا إما نكون قد المسؤولية أو لا نكون، ونحن سنكون بإذن الله. اليوم أريد أن أفسر للشعب ماذا يحدث. في كل سلطة، في كل منظومة هناك الإيجابيات وهناك بعض الأخطاء اللي يمكن تجاوزها ويمكن تصحيحها، وبعض الأخطاء التي لا تغتفر. اليوم عملنا بعض الأخطاء، صحيح أنه كنا من قبل حالنا بدلنا القانون الانتخابي منذ سنة، كنا نجموا نغيروا القانون الانتخابي وكان هذايا طلبناه منذ جويلية 2023، ثم عاودنا التكرار، حبينا نعاودوا القانون الانتخابي لكن لم يتم. اليوم علاش احنا تمسكنا انه باش نغيروا القانون الانتخابي؟ تمسكنا لان وجدنا في الدستور حالة فراغ. لو كان تتمسك المحكمة الإدارية بالتصريحات السياسية متاعها التي هي ستطعن في النتائج مهما كانت النتائج. تعرفوا ايش معناها سادة النواب؟ معناها نحن قدام فراغ دستوري. إذا كان فما فراغ دستوري لن يسامحكم الشعب لأنكم تركتموهم في فوضى. يعني أنه كل قانون يتم سنه من أجل خدمة الشعب وليس من أجل إدخال فوضى في البلاد أو إدخال معناها طريقة لدخول الإرهاب. تتحملون مسؤوليتكم إذا كان لقينا روحنا في فوضى وفي دخول الإرهاب وفي أصلا تهديد لوحدة الدولة. لأنه إذا كان وصلنا في فراغ دستوري مش نجموا نلقاو قدامنا رئيس يسمي روحه رئيس شرعي في المهجر والآخر يقول له كان غير قانوني والآخر كذا. من سيفصل الموضوع؟ أنتم سادة النواب. القانون جاء باش يخدم الشعب، مش جاء باش يدخل البلاد في فوضى. وكل القوانين تنجم تتغير في وقت ما ولا حسب الطلب، وما هيش مشكلة معناها إذا كان غيرنا قانون حتى في قبل بنهار من الانتخابات. المهم الوحدة الدولة أهم من الحفاظ على ما يقال قانون. القانون يتغير، وحدة الدولة لا يمكن مساس بها. في الفصل 4 من الدستور يمنع تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس من وحدتها، وأنتم ستتحملون مسؤولية وحدة الدولة وستحاسبون إذا كانكم فرطتوا في وحدة الدولة. هذا بالنسبة للأول. ثانيا من الأخطاء التي لا تغتفر هي الأخطاء متاع العشرية السوداء. يعني احنا نجم